إن شاء الله. المهندسين معروف مش بيعيطوا كتير لأن هم بيكونوا متمسكين. مين المهندسين؟ المهندسين يعني سيادتك بتنتمي ليهم في البداية. أيوة. أكيد على مدار ال7 شهور اللي فاتوا دول كان في مشاكل، كان في ضغوط، كان في إضرابات واعتصامات، كان في نقد على الفيسبوك وعلى تويتر ونقد شديد ويصل إلى حد السباب. أنا عايز أعرف، هل في لحظة من هذه اللحظات اللي مرت على حكمك لمصر بكيت فيها؟ هو طبعا هناك يعني بصراحة نوعين من البكاء. بكاء الحال الخاص، وهذا يعني كثير. الإنسان عندما يخلو إلى نفسه، أنا عندما أخلو إلى نفسي مع ربي، فهذا أمر الحقيقة يعني له خصوصية مع نفسي، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ذنوبي وأن يقبلني ويتقبل مني ما أفعل إن شاء الله. أنا بحب مصر جدا جدا جدا، يعني الحمد لله. في لحظة مرت عليك لكن البكاء العام، أنا قالوا لي نقل إلي أن في طفل في أحد المظاهرات في العنف لقيوا في جيبه شهادة ميلاده، عنده 13 سنة. فبعد ما قبضوا عليه سألوه أنت شهادة الميلاد دي حطها ليه؟ فقال إن أمي حد ادالها 600 جنيه عشان أنزل أحدف مولوتوف، فخدتهم وحطت في جيبي شهادة الميلاد عشان معيش بطاقة، عشان لو مت يبقوا يعرفوني. أنا هذا المشهد أبكاني جدا. عشان كده أنا مش هسمح لحد أبدا أن يوظف احتياج الشعب المصري بهذه الطريقة الرخيصة إن شاء الله. لما بتقعد في صلاتك وبتدعي ربنا بتدعي تقول إيه؟ اللهم ارزقنا الخير وارزق هذا الوطن الخير وبارك له فيه. اللهم بصرني بالحق وأعني عليه. اللهم اجعلني سببا في أن تنهض مصر وأهلها. أنا شفت العالم كله ومشيت فيه وتعلمت كتير، وشفت تكنولوجيا ومصانع وعلم وأبحاث ومعيشة وعدالة وحق. عايز مصر بلدي تبقى كده يا رب. أنا على مكتبي الآية اللي أنا قلت عليها زمان، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أرجو إن احنا كلنا لما نرجع لربنا نبقى عارفين من دلوقتي إنه هيحاسبنا على كل حاجة. اللي عايزين يستغلوا حاجة الشعب المصري بقول لهم حرام.